لو ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من حكاية جيان هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو. ودلوقتي خليني أقول لك أبرز أحداث الحلقة اللي فاتت. شفنا لما شخص غريب اتدخل وقتل الملاك وطلع في الآخر أخو جوليانا، وشفناهم كمان لما انتقلوا لمدينة الأبراج، وكمان دخلوا البرج الأول وقعدوا يقتلوا في الوحوش، وكلهم وقتها خرجوا من اللعبة ما عدا زيدان أخو جوليانا. وبعدها طلع لزيدان شخص وقال له إن اللعبة دي مصممة عشان تقتل اللاعبين. وشفنا فريق كان عايز يهجم على جوليانا ويخلص عليها، بس بطلنا جيان بيتدخل وبيروق عليهم. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي يا صديقي. اذكر الله وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. وقفنا اخر مرة لما في شخص ظهر وكان عايز ياخد جوليانا من جيان، ولما هو ما قدرش عليه طلب الفريق بتاعه عشان يقدروا يساعدوه، بس كلهم بيحاولوا وما بيعرفوش يعملوا اي حاجة. فالكل بيكون مصدوم انه بيصد كل الهجمات دي بجسده بس، وبيقولوا للقائد بتاعهم يا عم ده مش بني ادم عادي. والمعلم جيان بيفضل يتنمر عليهم وعلى ضعفهم وبيقول لهم ها خلصتوا ولا ايه؟ دوري بقى. وبيستخدم انفاس التنين البركانيه وبيخلص عليهم. وزعيمهم بيقول له انسى انا مش هديك حاجه، روح دور بنفسك. بس جيان بيديله علقه محترمه وبياخد كل المعسكرات منه بالعافيه، والنظام بيديله مكافآت الشخص ده. فجيان بيقول له انا كنت عارف انك كذاب بس انا محدش يضحك عليا. وفي الوقت ده كل الفريق بيوصل وبيسالوه هو في حاجه ولا ايه، بس بيلاقوا جيان قاعد بيألف في النظام ومفيش اي حاجه بتحصل، وبيفهموا خلاص انه تعامل مع الخطر. والنظام بيقول له انا فاضل شهر في فعاليه المنافسه بين النقابات، وبيعرفهم انه لو عايزين يحتلوا المركز الاول يبقى لازم يستخدم تقنيه الهجوم التكتيكي عن بعد عشان يحتلوا اكبر عدد من المعسكرات اللي احتلتها النقابات التانية. والمقصود بالنقابه هو الفريق يا معلم. المهم فجوليانا بتعرفهم ان انسب واحد في المهمه دي هو رافائيل، لانه افضل رامي سهام عن بعد انا شفته في حياتي. والكل بيطلب من رافائيل انه يبقى القائد في الهجمات دي، بس المعلم رافائيل بيرفض بسبب ماضيه لانه بيخاف يفشل تاني زي ما فشل في بطولة العالم للرماية ويعرض الكل للخطر. لكن جيان بيعرفه انه قوي جدا وماهر، وبيقول له انت لو كنت فاشل زي ما بتقول ما كنتش تقدر انك تنقذنا كذا مرة، عشان كده انا واثق فيك انك تقدر تساعدنا. فرافائيل بيسترجع ثقته في نفسه من تاني وبيعرفه انه خلاص موافق. وبعدها بيكون فاضل 14 دقيقة على انتهاء الجولة النهاردة، فالفريق بيتحرك بسرعة وبيبتدي يهاجموا على واحدة من المعسكرات. وطبعا انتوا عارفين اكيد اختاروا مين الشخص اللي كان عايز جوليانا. وفي الوقت ده طبعا بيكون متعصب ان جيان غلبهم كلهم. واحد من الفريق بيقول له ما تقلقش احنا في مركز كويس وكلها شويه ونقدر نحتل المركز الاول كمان في وقتها. والبنت جوليانا دي هي اللي هتجيلك زحفه عشان تنضم ليك يا زعيم تورام. بس تورام لسه بيرد عليه فبيتفاجئ في سهم بقلبه وبيموته تاني. وباقي الفريق بيغدر الفريق التاني وبيحتلوا المعسكر ده، وبعدها بيكرروا نفس العمليه على باقي المعسكرات. وفعلا بيبتدي مستواهم يعلى اكتر واكتر. وبعدها بنروح لمدينه القمر، واثناء ما هم ماشيين فبتيجي واحده وبتخبط في جوليانا وبتعتذر لها، بس البنت دي بتكون مراقباهم اصلا عشان تسرقهم وبتاخد منهم العلاج بتاع ملك الموتى. فرافائيل بيزعق لها وبيقول لها مش تفتحي يا بت انتي، بس البنت بتعمل نفسها من بنها وبتجري بسرعه. وجوليانا بتلاحظ ان الخاتم اللي خدته من اخوها فجاه اختفى، فبيحاولوا يلحقوا البنت دي بسرعه بس فجاه واحده بتختفي. بس عمنا جيان بيبقى عارف المكان اللي هتروحه وبيروح وراها، والكل بيحاول يروح معاه عشان يساعده. لكن جيان بيعرفهم انه مش هيتاخر عشان مهمتهم الجديده، بس بيشوف واحده محتاجه للمساعده فبيروح بسرعه الاول. وبتطلع هي نفس البنت اللي سرقتهم اصلا، وفي فرقه تانية عايزه تقتلها وتاخد كل اللي معاها. بس قبل ما يخلصوا عليها بيتدخل عمنا جيان وبيوقفهم وبيقول لهم مش عيب تتكاثروا على طفله يا اندال. وبضربه واحده من سيفه بيدمر سيف واحد منهم، فالكل بيتصدم من قوته المرعبه وبيهربوا بسرعه قبل ما حد ما يموت. وبعدها جيان بيعرفها انها غلط تبقى بره لحد دلوقتي. والبنت بتقول له انت طردتني كل ده عشان خاتم يا بخيل. فجيان بيقول لها يعني حراميه وبجحه، على العموم خليهولك دلوقتي وانا هعرف ازاي ياخده منك بعدين. وبيسيبها وبيمشي، بس البنت بتروح وراه تاني وبتقول له انها خايفه تروح لوحدها. فجيان بيعرفها ان دي مشكلتها مش مشكلته، والبنت بتقول له انها ممكن تعرفه المدينه بمقابل انه يوصلها لمكان امن. فجيان بياخدها وبيروحوا فندق فعلا وبيحجز لها اوضه وبيحجز لنفسه اوضه وبيحاول ينام بعد تعب طويل طول اليوم. لكن بعدها البنت دي بتدخل عليه الاوضه وبتحاول تموته عشان تاخد ادواته، بس المعلم جيان بتتقلب وهي بتطعن السرير. فالبنت بتقول له كنت محظوظ بس وريني هتفلت مني ازاي دلوقتي. لكن فجاه بيصحى جيان وبيخبطها بالغلط. وفي الوقت ده البنت بتخفي السكينه وبتفعل وضع الحنينه. فجيان بيسالها انت بتعملي ايه هنا؟ فالبنت بتقول له اصل حلمت حلم وحش وان الناس كانوا بيطردوني فيه فجيت هنا عشان خايفه واسفه لو قلقتك. فجيان بيقول لها ولا يهمك تعالي وارتاحي وما تخافيش انا معاكي. وبعدها البنت بتكون بتمثل انها نايمه، والمعلم جيان بيكون عارف انها بتمثل وبيقول في سره بقى انت خايفه
عليا انا؟ ده انا اقطع دراعي من هنا لو ما كنتش انت اللي بتخوفيهم. وفي اليوم التاني بيسألها هي الفرقة الملكية موجودة هنا؟ فالبنت بتعرفه انهم دايما موجودين في الكنيسة، بس وهم ماشيين بيظهر لهم شخص اسمه شارلوك وبيقول للبنت دي اخيرا رجعتي ولسه هيمسكها، بس جيان بيمنعه وبيسدد له ضربة قوية جدا. فشارلوك ما بيبقاش فاهم مين ده وبيعمل كده ليه، والبنت بتسأله انت مجنون ولا مش عارف مين ده، وبتعرفه انه شارلوك هو الرئيس هنا ومحدش بيقدر عليه. فجيان بيقول له يا حقير، يعني كنت صاحبك قبل كده ودلوقتي بتفتري على الغلابة دول. وبنعرف ان شارلوك ده هو اللي قتل جيان في الحياة اللي فاتت. فالمهم بقى شارلوك بيتعصب عليه وبيعرفه ان المكان ده بتاعه وان اي دخيل هيعمل شغب هيخلص منه. وشارلوك بيستخدم مهارته السحرية واللي هي التخفي، واللي بتقدر حتى تخفي اصوات اقدامه وريحته كمان. فجيان بيفتكر ان هي دي الطريقة اللي قتلوا بيها قبل كده، وبيفكر ازاي هيخلص منه وهو مخفي عشان يقدر ينتقم منه وياخد حقه. وفي الوقت ده شارلوك بيحاول يهاجمه ويقتله، بس جيان بيبقى عارف قدراته وبيحاول يبقى دايما سابقه بخطوة. فشارلوك بيبقى مستغرب ازاي هو عارف خطواته، وجيان بيقدر يحدد مكانه بدقة وبيسدد له ضربة قوية بتدمر تخفيه، وبعدها بيكون عايز يخلص عليه. بس شارلوك مش بيكون مصدق نفسه ان في حد بالقوة دي. وفي الوقت ده جيان بيجمع كل قوته عشان يخلص عليه، بس بيظهر شخص تاني متخفي وبينقذ شارلوك من جيان وبيختفي بيه. فجيان بيكتشف انه حد من الفرقة الملكية، فاكيد هيستخبوا في الكنيسة. فجيان مش بيحلهم وبيروح وراهم بسرعة عشان اما صدق انه قابل الخائن تاني. وبعدها جيان والبنت اللي اسمها مساكي بيوصلوا قريب من الكنيسة، ومساكي بتعرفوا ان المكان ده خطر جدا، وانا حاسة انهم استدرجوك لحد هنا عشان يغفلوك. بس جيان بيقول لها انا لازم ادخل لجوه لهدف معين حتى لو فيها موتي. فمساكي بتقول له دوس وانا وراك يا معلم، وبتطلع له حبوب مخدرة وبتعرفه انها عندها فكرة كويسة. وبعدها بيجوا الحراس، فجيان بيختفي ومساكي بتخدرهم وبياخدوا لبسهم عشان يعرفوا يدخلوا الكنيسة عادي من غير ما حد يشك فيهم. بس جيان بيعرفها برضه انها تحاول ما تلفتش الانظار. فمساكي بتقول له ما تقلقش انا خبرة في الحاجات اللي زي دي. وبعدها بيفوق شارلوك وبيقول انا ايه اللي جابني هنا وايه المكان ده، وبيجي واحد وبيعرفه انه مخطوف هنا ومش من حقه يسأل على اي حاجة عشان هو مش هيفهم اي حاجة، فاحسن لك انك تقعد ساكت عشان لو ما قعدتش ساكت انا هخلص عليه. وبعدها بيروح جيان ومساكي الحراس الامن على اساس انهم حراس زيهم، وبيخليهم يروحوا يرتاحوا وهم هيقفوا مكانهم. بس حراس الامن بيكونوا اذكياء جدا وبيكشفوهم، فبتضطر مساكي انها تخدرهم بسرعة. ومساكي بتعرف جيان ان شارلوك اكيد جوه، فجيان بيدخل على طول من غير اي تردد. بس بيكتشف ان مساكي كل ده كانت بتضحك عليه، وبتحبسه في مكان لوحدها وبتعرفه انها كانت مهمتها وبتقفل عليه، وبتقول له انا اسفة بس يا ريت ما اشوفش وشك تاني. وبعدها مساكي بتطلع تاخد مكافأتها من الحراس، والحراس بيشكروها على تعاونها معاهم وانها سلمت جيان ليهم. فمساكي بتقول له يا عليا ده انا نسيت اقول له ان النصب في مدينة القمر حاجة عادية جدا، لا يزعل مني ولا حاجة، لا اصيلة يا بنتي والله. وفي الوقت ده جيان بيقعد يفكر مع نفسه وبيقول اكيد الفرقة الملكية هي اللي بعتتها ليه عشان تستدرجني ليهم، وانا زي الحمار مشيت وراها وصدقتها للاسف. وجيان بيكتشف ان المكان اللي محتجز فيه ده عبارة عن ممر مغلق، وفجأة بيظهر له مجموعة من المغامرين الاقوياء، وبتبقى مهمتهم هي انهم لازم يخلصوا على جيان. فالكل على طول بيستعدوا عشان ينهوا المهمة بسرعة، وبيروحوا كلهم عشان يهاجموه ويخلصوا عليه. بس جيان بيبقى سريع جدا وبيستدعي الغربان بتاعته وبيصد الهجوم ده. فالشخص ده بيرجع فاسه بسرعة وبيروح يهجم على جيان، وبيعرفه ان الحركات القذرة دي مش بتاكل معاه، وبيهجم عليه من تاني بكل غضب. بس جيان بيستخدم سيف النار والجليد وبيجمد المكان، فالشخص ده بيقع وهجومه بيفشل. فبيقول لجيان بطل تلعب بكزارة يالا انت وما تبقاش رخم. فجيان بيقول له هو انت لسه شفت حاجة؟ ده انت ليلتك سودا. ويا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ويا ترى الفرقة دي فعلا هتقتل جيان ولا جيان هيروق عليهم؟ ده اللي هنشوفه في القسم الجاي ان شاء الله. فما تنساش انك تحط لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل حاجة جديدة تنزل بإذن الله. اشكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.